جمال عبد الناصر. عقلية متميزة وفذة. كنت بتحب عبد الناصر؟ لا. ليه؟ لأنه فاد كل البلاد ما عدا مصر. جمال عبد الناصر. عقلية متميزة وفذة. النادي الأهلي خسر اللاعب وسام أبو علي الذي كان يعد مهاجما أساسيا ولاعبا مميزا، وكان حاضرا معنا دون أن يشغل مكان لاعب أجنبي. لا يوجد لاعب غير أجنبي يمتلك تلك الجودة، ورحيل وسام عن النادي الأهلي لم يكن برغبة النادي، بل كان قصرا، لأن من المؤكد أن الأهلي لم يكن ليفرط فيه، تماما كما لم يكن ليفرط في محمد عبد المنعم. ومع ذلك لم يبع الأهلي اللاعب إلا وفقا لشروطه المالية 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى $2 مليون كمكافآت، فضلا عن 15% من قيمة إعادة البيع، وهي مكاسب ضخمة مقارنة بالمبلغ الذي اشتراه به الأهلي. ولو أن لدينا إدارة ذكية واعية وتملك نظرة فنية ثاقبة، لكانت قادرة على التعاقد مع لاعب أجنبي يفوق وسام 2 أو 3 في المستوى بنفس القيمة التي بيع بها أو حتى بأقل. لكن هذه هي المشكلة الأساسية، الإدارة ذاتها ونظرتها. فحين كان في متناولهم التعاقد مع فيستون مايلي بنفس السعر الذي جاء به وسام لميروه، وذهبوا للتعاقد مع موديست بدلا منها. دلوقتي واحد زي وسام لما يجيله رقم زي 6 مليون، هو يقدر يجيله اكتر من كده لاحقا ولا لا؟ هبتدي ابص على السجل بتاع وسام واحد من اللعيبه مثلا اللي عنده تراك ريكورد اصابات كتير. وسام 26 سنه، وبالتالي هو والسوق بتاعي دلوقتي بقى سوق خليج. سوق الخليج في شقين، في الشق السعودي ده كده ما بنتكلمش في ليفل وسام خلاص، صح، وفي الشق الثاني اللي هو الاماراتي والقطري اللي حوالينا. والليفل الاماراتي والقطري هو في الاول في الاخر هيبقى متاح للاعب، بس هو اللاعب بالنسبه له واحد من 20 مرشح جاي له من وكلاء، ما بيشتغلوش بالسيستم بتاع انا عايز ده لسبب ما، هو بيشتغلوا بان انا معايا بادجت، معايا كذا هات لي. فبالتالي انا عارف كويس ان وسام مثلا عمره ما هيجي له 6 مليون دول تاني. حلو، فانا هحاول اقرص قد ما اقرص، بس ابقى عارف ان انا اول ما اوصل لاعلى رقم ممكن، مش عايز رقم تعجيزي، ومش عايز رقم لمجرد ان هو يناسبني، لا، هو لازم يكون رقم منطقي في السوق اللي حواليا. ساعتها هقرر ان انا ابيعه. ليه بقى؟ لان انا باصص على وسام ليه تصريحات في التلفزيون قبل كده بيقول فيها انا ضغطت جامد على النادي بتاعي عشان اجبرهم يبيعوني للاهلي، صح، نفس اللي هيحصل عليك. فبالتالي انت عارف كويس ان ده معناها ان اللاعب عنده تراك ريكورد، لازم يكون محضر بالظبط كده من التصرف العنيف، قبال ان انت ما تمشيش ما توافقوش في الرحله بتاعته او في الراي بتاعه اللي هو عايزه. فانا كان تخيلي الشخصي ان قبل ما وسام يطلع الطياره وهو رايح على امريكا، انا لازم اكون عارف مين محضر. لما رابع الدوري اللي اطرد من الكاس من دوري 32 على ايدي فريق درجه ثانيه، اللي ما عندوش اي ازمات غير ان اللي بيديروه لا مؤاخذه يبقى عنده كلات واحد يستر به نفسه. لاعب ما يروحش الميت بمزاجه ويتوقف، والنادي يبقى من غير كيلوت لا مؤاخذه. يبقى لازم الناس كلها تشغل نفسها بالخيبة القوية دي، اللي لا عندها أزمات ولا عندها مشاكل، عندها بس جماهير بتدعم إداره معريه طير النادي بمزاجها للي يسوى واللي ما يسوش، لأن دي فضيحة لا مؤاخذة. إنما إن كان بيرميدز ولا إن كان الزمالك، على الأقل ده ساتر نفسه بصفقاته وإدارته، وده برضه مستور وراكب رابع الدوري ولسه مكمل في الكاس. وفي كل الأحوال عنده أزمات الكل عارفها. السؤال بقي، مين العبقري ابن العبقري اللي مشى ناصر ماهر من النادي الأهلي؟ لا وكمين ببل أشهديه للزمالك علشان يلعب السوبر الإفريقي، ثم بيرميدز علشان يستمر في التفوق. وسبحان الله يا أخي، مين اللي سلمه الاستغناء؟ أبو حفيظة. تحت توجيهات مين؟
الأسطورة. طيب، في سياق متصل، بيراميز بيأخذ من خيبتها عوده الفخوري وحامد حمدان. أولا علشان خيبتها ما بقرش ما عاده فلوس بعدما ضيع الفلوس على كريستو اللي بيدفع له مرتب بالدولار. فاكرين كريستو؟ علش أن يلعب مع فريق ما في تونس. ورضا سليم اللي برضه بيدفع له مرتب بالدولار علشان يلعب مع الجيش الملكي، والقندوسي اللي كان برضه بيدفع له بالدولار، والله أعلم يمكن لسه بيدفع له لحد إنها قدم. أولا علشان يلعب مع سيراميكا كليوباترا، ثانيا علشان يلعب مع فريق ما في سويسرا قبل ما يرجعوا على بيراميدس، وعلش إن يدفعوا ملايين الدولارات لأشرف داري وبرونو سافيو وموديست رقم 1 وموديست رقم 2 ومارسيل كولر حتى يحتسي القهوة على ضفاف بحيرة جنيف وهو مرتاح البال، وريبيرو حتى يتقدم في مسيرته المهنية ويبقى اسمه لعب كاس عالم للأندية مع فريق درجة تائمه رأيح يتركب ويرجع، وأخيرا للزلطة اللي عندنا حاليا. وده هو يا إخوانا أسلوب الإدارة الأمثل، تضيع الموارد المحدودة اللي عندك بمنتهى العبقرية، علشان بعدما كنت ممكن تبقى رقم 2 في سوق الانتقالات تحت جزم بيراميدس، تبقى ضيعت كل اللي كان معاك بمنتهى العبقرية، وبقيت أنثى لطيفة جميلة عارية في وسط الشارع وما معهاش فلوس حتى تستر نفسها. وده أجمل شيء الأسطورة يحب يشوف النادي عليه، وكان بيستهدفه على مدار المواسم السابق.